والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فطيرة بالجبنة او بالشوكولاتة او بالسكر. الحشوة ترجع لك انت، بس هي عجينة قطنية هشة تعملي بيها كرواسون، تعملي بيها باتيه، تعملي بيها فطير، تعملي بيها عيش فينو اللي يريح. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بيضة، وده ربع كيلو لبن دافي. ممكن تحطي كوباية لبن وكوباية مية زي ما انا عاملة كده تزوديه. ودي والمفروض 100 جرام زيت، بس انا هنعمل حبة زيت، نصهم زيت ونصهم زبدة. كده البيرة برتاح لها، ودي رشة ملح، ودي معلقتين كبار سكر. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود عليه حبة مية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربع كوباية زيت، رشة الملح، ومعلقة السكر. ندوب كل الخليط كده مع بعضه. ننزل بالخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نختبرها عشان الدنيا حر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى معايا الدقيق. هي بتاخد المفروض بقى المقادير ديت يا جماعه بتاخد ايه، من 550 جرام دقيق ل 750 جرام، يعني من نص كيلو لكيلو. ده كيلو. هتاخد كميه السوائل دي هتاخده، والباقي هتني معاكي في الكيس، هتعرفي تعايري يعني من غير كوبايات ولا ميزانه ولا اي حاجه. هننزل كده الاول. ودي رشه بقى معلقه صغننه خالص بيكنج باودر. ونخلط كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي، بص يا حبايبي، العجينه كده طريه خالص، احنا كده لميناها مع بعض. هنجيب الزبده بقى دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده جت منك خالص اهي. بقيت حته الزبده. تطلع ايديك نضيفه، ويطلع الطبق مفيهوش ولا حته عجينه. بص يا حبايبي، بعد الزبده، بعد ما العجينه فتحت اهي، بدات تلم تاني اهي. بس انت محتاجه منك اللي انت ايه، تخدميها بس 5 دقايق مش اكتر. نرش دي سنه واحده اهي. بص خدت اهي بقيت الدقيقه، ما خدتش الكيلو كله. خلاص اهي. الطبق بقى نضيف اهو. دي كمان نضيفه اهي. ده خلاص اهي. هنجيب البوله دي، نحطها هنا في المكان ده عشان ايه، تخمر فيها، ونرجع لكم بعد ما تخمر ان شاء الله. يلا يا حبايبي، بص الفطيره خمرت معايا اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله كده. بسم الله. ناخد الخمر كده بس بسيط كده.
نقسمها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكورها كور صغيرة كده. بسم الله. خليها قد بعضها كده اهو، الزيادة نشيلها نحطها في كرة تانية. الكرة دي كده. من غير دي ولا أي حاجة خالص اهي. كمية الدهون اللي فيها نخليها مش محتاجة تحط عليها أي شيء اهي. بس حبايبي آخر واحدة اهي. هنغطيهم ونحشي مع بعض. حبايبي العجينة رفعت اهي، ندخل مع بعض. بسم الله. مسحة دي بسيطة بس خلاص عشان ما تلزقش منك في الخمر أو في الطبلية أو في الخشبة. معلش عشان ايه هي لسه عايزة ترتاح شوية كمان. وهندهن حتة زبدة زنطتها كده، دهنة بسيطة. هنحشي بقى بشوكولاتة قبل الدهن. عايزة تحشي بجبنة احشي، عايزة تحشي بشوكولاتة صحيحة احشي، مربى، الحشوة اللي تريحك. بس نغطي كده الشوكولاتة كويس عشان ما تطلعش منك كده. أول واحدة نحطها كده. العملية الثانية كمان واحدة. بسم الله.
نخلص كل بقى الصينيه كلها ونوراكم في الاخر حبه شكلها ازاي. انا خلصت الرصه اللي انا التشكيله الاولانيه، مش هنسيبها فاضيه بقى، بططتها كده اهو. هنعملها بهجه بقى دي، ونحط شوكولاته كده في النص كده. حظه اللي هاخدها دي. نرجع نعملها كده. في الاول خالص بس لازم تفرديها الفردة اللي فردتها دي، عشان ايه؟ عشان تمرق. الشوكولاتة ما شاء الله عليها. نحطها هنا كده. لما تخمر بقى وتعلى كده هتاخد وضع الوردة، ونغطيها ونسيبها بقى لما تعلى كده عبال ما نولع الفرن نص ساعة ونوريها ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كده فاضل ان انا خلصت التشكيل الصينيه الفطيره الاولانيه. اوريك ان انت ممكن تعمليها اي شيء. ده فردتها بالطول، فاضل 2 فردتهم بالطول. نحشهم جبنه بقى دول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعيها كده خالص كده خطوتين. السكينه هتشتغل معاكي عادي مش مشكله. بس الجبنه كده اهو كده. بسم الله. عشان تلحم بس تطلع بالشكل الجميل ده كده. لهم بالشكل ده. مش مشكلة، نفس الحركة دي. كنا صابرين وبنلحق. يعني صح. هي لما يعلوا كده خالص وندهنهم البيض. دي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بيضة عليها معلقة فانيليا صغننة. بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوكولاتة ده شيبس ولا بلاش؟ مش كتير. حطيت عليها شوية سمسم، وكنت عايزة احط شوكولاتة شيبس بس قلت عشان ما تبقاش الدنيا كلها بشوكولاتة وتسيح في الاكل. لو عندك جوز الهند برضو اللي حباه حطيه.
نخبز بقى على درجة حرارة 200. انا مولعة الفرن مثلا نص ساعة في الرف الوسطاني، هتاخد من تلت ساعة لنص ساعة. نشوفها لما تطلع ان شاء الله. بصوا ايه رأيكم يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة 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 تحفة. مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اشيك من كده. مش لاقي كلام نقوله الصراحة. بس بقى هنعمل ايه؟ هنغطيها بالفوطة دي كده تهدى، عشان لو فيها حتة ناشفة ولا بتاع هي مش محتاجة تضطر، ونوريها لكم لما نطلعها من بعضها. بص يا حبايبي الصينية بعد ما طلعت، بص الوش زي الظهر، بسم الله ما شاء الله. مش محتاج بص مفيش هشاشة اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله، وطيبة مستوية من كل ناحية. نفتح واحدة مع بعض. وادي الشوكولاتة اهي. ايه رأيكم؟ يلا بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي، وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وممكن نعمل لكم ايه تاني. بص اهي الله اهي.